الله الرحمن الرحيم. الواقع الرياضة هنا الموسم هذا الرياضي 2022-23 استبشرنا خير بافتتاح الملعب الرياضي، الملعب البلدي تاع فقارة الزواء وملعب بين غر. البطولة انطلقت شرفي، مجموعتين، مجموعة ألف مجموعة باء، على مستوى ولاية عين صالح. كل مجموعة فيها 8 في النوادي ومجموعة فيها 9 نوادي. نتمنى ان شاء الله الموسم هذا انه بالنسبه للنوادي ان الفئات الصغرى تعتني بها. نظرا نشوف يعني البطوله اواسط مشات رانا في الجوله الثالثه، لكن البطوله نتاع ايدي السات ويكاز نتمنى ان شاء الله نحن التجمع اللي راح نديروه ليفا تكون النوادي كملت الرخص نتاعها باش نقدروا نلعبوا هذه الفئات. بالنسبه للشرفي الصاعد اللي يطلع الجهوي ان شاء الله بالمجموعتين ان شاء الله يكون يعني يمثل الولايه في الجهوي الثاني على مستوى ولايه وركله. بالنسبه نتمناو ان شاء الله ان لا ينتظر الجميع الملعب عين صالح انه راه متوقف. هو اسباب اللي سابت يعني النوادي المصاريف التنقل اللي ينغروا الفقاره، وكذلك عدم الى حد الان الاعانات تاع البلديه ومديريه الشباب الرياضه مازال ما دخلت النوادي. يعني النوادي راهي تعاني. نتمنى ان شاء الله انهم يطلوا لهذاك الملعب باش يخفف على الاعانات التنقلات تاع النوادي تاع خاصه منطقه عين صالح. من زعما الممثل تاع اللي راه يلعب في الجهوي الاول شباب بلديه عين صالح وراه يعني في يحقق نتائج ايجابيه. ان شاء الله نتمناو انه يكون ما بين رابطات، هذه الامنيه تاعنا اللي ان شاء الله، لكن هذا كامل لازم باغي اعانات من طرف السلطات المحليه انها تعاونوا، خاطر تنقل واحد يعني التنقلات اللي راهي تنقلها باغيه مصاريف. اللي دوك في مرحله العوده هذه ان شاء الله، دوك اخر مقابله راهم ربحوها هنايا مع وفاق عين ماضي هذه 2-0. نتمنى ان شاء الله في الروتور انها يحققوا نتائج ايجابيه ويكون لما لا الصعود للقسم الوطني الثالث. هذا هو الامنيات تاعنا، ولكن السلطات لازمها تعتني به ان شاء الله.